لجنة المناقشة والحكم لرسالة المقدمة للباحث نهاية الحرب الجليل لأبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق الطب للحصول على درس الدكتوراه باسم الكتاب المقدس للكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية من أندلس والقاهرة، وموضوعها الإخلاء الإلهي بين تعليم الكتابي والتقليد الآبائي والليتورجي. بناء على مكتب قداسة البابا المعظم الأنبا تيودروس الثاني عميد الكلية على الترشيح المقدم من مجلس الكلية لشؤون الدراسات العليا بتشكيل لجنة المناقشة والحكم على الرسائل المقدمة وقسم الكتاب المقدس من الباحث نيافة الحرب الجليل لأبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس حدائق القبة، وموضوعها الإخلاء الإلهي بين التعليم الكتابي والتقليد الآبائي والليتورجي. وتتكون اللجنة من أستاذ دكتور القسط بولس رشيد بشاي رئيسا ومشرفا، الأنبا ميخائيل الأسقف العام مشرفا، أستاذ دكتور القسط باسيل الصبحي ورزق حنا مناقشا، أستاذ الدكتورة عايدة نصيف أيوب مناقشا. وفي الساعة 11 صباحا من يوم الاثنين الموافق 15 يناير 2024 6 أكتوبر 1940 شهداء تم منح الباحث درجة الدكتوراه من قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأندلس بالقاهرة، ونصل للجهد الطيب الذي قام به الباحث في إجراء الدراسة. لذلك تولي اللجنة منح الباحث درجة الدكتوراه من قسم الكتاب المقدس بالكلية الإكليريكية اللاهوتية القبطية الأرثوذكسية بالأندلس بالقاهرة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.